نبدأ بسم الله وبالصلاة على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بيكم ووصفة جديدة من مطبخ السبع بهارات. وصفتنا النهاردة الحواوشي البلدي، أكلة سهلة وسريعة ومفيش حد ما بيحبش الحواوشي. هنعمله بطريقة سهلة وسريعة. تعالوا مع بعض اما نشوف المكونات. معايا كيلو من اللحمة المفرومة، ويفضل تكون اللحمة بتاعتك ملبسة، يعني فيها نسبة كده من الدهون زي ما انت شايفة كده في الفيديو. معايا كمان كيلو الا ربع من البصل، وربع كيلو من الفلفل الاخضر والاحمر، وخمس ست فصوص توم. وبالنسبة للبصل تزودي معاكي لحد كيلو بصل تحطي عادي على الحواوشي، بيديله طعم جميل. ده بيكون على حسب نسبة الدسم اللي في اللحمة بتاعتك. لو نسبة الدهون في اللحمة زيادة شوية حاولي ما تكتريش البصل عشان طعم اللحمة يبقى ظاهر كده في السندوتش وانت بتاكليه. معايا كمان البهارات، معلقتين صغيرين ملح، ومعلقتين صغير فلفل اسود، ومعلقتين صغيرين من البابريكا، ومعلقتين صغيرين من بهارات اللحمة، ومعلقة صغيرة من القرفة، ومعلقة صغيرة من الجنزبيل البودر، ونص معلقة من الثوم البودر. ولو انت عايزة الحواوشي بتاعك مشطشط شوية هتحطي كمان ربع معلقة من الشطة الحمراء الناشفة، او ممكن تحطي قرن فلفل احمر حراق مع الفلفل والبصل. بدأت ضربت البصل والفلفل بتاعي في الكبة بالشكل ده والثوم، وببدأ احط كمان البهارات على اللحمة، وبتعجني كل المكونات كده مع بعضها. اعجنها كويس جدا علشان كل البهارات والبصل يتعجن كويس مع اللحم. وممكن كمان تحطي شوية كده من الكزبرة الخضراء لو متواجدة عندك، بتدي برضو طعم جميل للحواوشي. تعجني كل المكونات كده مع بعضها، ويفضل لو انت تسيبيها ترتاح شوية مدة ربع ساعة او نص ساعة، بحيث ان كل اللحمة كده تتبل وتدي طعم جميل جدا للحواوشي. بحط كمان اضافة بسيطة كده لو انت حابة تستخدميها بتدي طعم جميل برضو للحواوشي. بحط معلقة كبيرة كده من السمنة البلدي وبعجنها مع الحواوشي، بتدي طعم جميل لرغيف العيش كده لما بتيجي تفردي فيه اللحمة. وكمان لتأكيد ان انت تتأكدي ان البهارات بتاعتك مظبوطة، ممكن تعملي اختبار بسيط كده قبل ما تحشي العيش بتاعك بالحواوشي. بتجيبي حتة صغيرة خالص من اللحمة وبتحطها في طاسة على النار مع سنة زيت، وتحاولي تقلبيها على الجنب التاني، بتاخد دقيقتين 3 بحيث ان انت تدوقي اللحمة بتاعتك تشوفيها مظبوطة والبهارات بتاعتها مظبوطة ولا لا، بحيث لو في اي حاجة تلحقي تعدي ليها. بعد كده معانا العيش بتاع الحواوشي. عندك كذا بديل للعيش بتاع الحواوشي، في النوع اللي هو اللي برده ده، او العيش الابيض زي ما انت شايفه كده. بتروحي عند الفرن وبتطلبوا منه العيش بتاع الحواوشي، بيكون مش مستوي زياده، بيكون مستوي بس 3/4 سوا، بحيث ان انت يكمل سواه في الفرن مع اللحمه. وفي كمان بديل اللي هو العيش البلدي بتاعنا العادي، ممكن تستخدمه برضو بيبقى طعمه جميل. بتكوري اللحمة بتاعتك كور، كل كورة تقريبا وزنها 100 جرام، بحيث ان يبقى اللحمة بتاعتك سمكها رفيع في العيش ما تبقاش سميكة. فردت كل اللحمة بتاعتي كده في العيش زي ما انت شايفة كده في الفيديو. حاولي تضغطي عليها وتفرديها في كل الرغيف بالكامل. الطريقة سهلة وسريعة، وكمان الكمية دي بتعمل معاكي كمية كبيرة جدا من السندوتشات، بتعمل تقريبا 20 سندوتش. خلصت الكمية كلها كده زي ما انت شايفة، حشيتها باللحمة. معايا سمنة بلدي، تدهني كده وش العيش وظهره بالفرشة دهنة بسيطة، او لو عندك ليا ضاني بتسيحيها وبتدهني بيها العيش بالفرشة كده مع السمنة البلدي، بتدي طعم برضو جميل جدا. لو تلاحظي انا حاطه العيش كده كله فوق بعضه وانا بدهنه علشان ياخد من بعضه. متحاولي ما تهدريش في السمنة اللي انت بتدهني بيها. تدهني كده الرغيف من الظهر ومن الوش، برص العيش كله في صاج، بفرش ورق سيلفر في الصاج عشان يريحنا كده من التنظيف، بحيث ان الصاج بتاعك ما يتحرقش وهو داخل الفرن.
ممكن كمان تسويه في الطاسة، بيبقى برضو سهل وسريع. انا عملته النهاردة في الفرن، وان شاء الله هبقى اعمله معاكم في مرة على الطاسة بإذن الله. بتدخليه في الفرن وتحط الشبكة على اقرب مكان للأرضية بتاعة الفرن زي ما انت شايفة كده، وبتدخلي الصاج. بياخد تقريبا من 5 ل7 دقايق على كل جنب. تبدأي تقلبيه كده بعد 5 دقايق على الوش التاني عشان تتأكدي ان هو استوى. ان شاء الله ما بياخدش وقت خالص، اللحمة المفرومة ما بتاخدش وقت في السوا، وكمان الطبقة اللي احنا حاشينها رقيقة فمش هتاخد معاكي وقت خالص. شايفين ما شاء الله شكله جميل جدا جدا. بيبقى طري كمان، اول ما بتطلعيه بعد شوية بتسيبيه يهدى شوية بيبقى طري خالص. ده معانا العيش اللي هو اللي كان الابيض، وكمان هوريك العيش اللي هو التاني اللي برده. ما شاء الله ريحته جميلة جدا وطعمه جميل. اكلة سهلة وسريعة متاخدش معانا وقت خالص. شايفين ما شاء الله. وده العيش اللي هو اللي برده. الاتنين احلى من بعض بصراحة، يعني لو انت حابة تجربي ده او ده، او ممكن كمان عندك بديل التالت اللي هو العيش البلدي العادي بتاعنا اللي هو بيكون مستوي سوا كامل، برضو بيبقى طعمه حلو في الحواوشي. ان شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو النهاردة. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي. واسيبكم في امان الله، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.